السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو، لايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. الترجي الرياضي التونسي يستخدم المدرب البرتغالي جوزيه ميغيل كاردوزو. بدأ كاردوزو مسيرته التدريبية سنة 1996 بإشرافه على تدريب فريق بورتو للأشبال تحت 10 سنوات. خريج شعبة التربية البدنية والرياضة مع تخصص في كرة القدم عام 1995، وحصل على الماجستير في علوم الرياضة سنة 1998 من كلية علوم الرياضة والتربية البدنية في جامعة أوبورتو. عمل جاردوزو مدربا مساعدا في العديد من الأندية بالدوري البرتغالي والإسباني والأوكراني، على غرار أندية براغا، سبورتينغ لشبونة، ديبورتيفو لا كورونيا، وشختار دونيتسك. خاض جاردوزو موسم 2017-2018 وفقا لموقع ترانسفير ماركت 89 مباراة، فاز في 29، تعادل في 20 وانهزم في 40. وأكد موقع حقائق أونلاين التونسي أن المدير الفني البرتغالي سيحصل على راتب شهري حدد ب30,000 يورو.